كنا معكم من خلال هذه الفترة في راديو جنوب الصعيد من أسوان، وما زلنا نتحدث مع ضيفنا الكريم الأستاذ بسام الشماع، عضو الجمعية التاريخية والجغرافية واتحاد الكتاب والمحاضر الدولي والمؤرخ المصري. ما زلنا نتحدث معه عن النظريات الجديدة في التاريخ المصري والحضارة المصرية، كما اتفقنا مستمعينا أنه في الحضارة وفي التاريخ وفي الآثار لا يجوز أنه ننغلق على نظرية واحدة محدودة، ولكن دائما ما هو هناك جديد. كل من يقرأ في التاريخ ويدرس ويبحث لابد أن يستنبط الجديد. نواصل رحلة النظريات الجديدة مع دكتور بسام. أهلا بحضرتك معنا مجددا. اهلا بكم، وكنا نتكلم ايضا عن النظريات الجديده في تاريخ شبه جزيره سيناء العظيمه، التي دائما ما تفاجئنا بكثير من المعلومات. هي شبه جزيره سيناء المصريه هي التي علمت العالم الفيزيائيه عن طريق الكتابات السينائيه المبكره التي اثرت في الفينيقيه في لبنان. المعروف أن الفينيقية هي التي أثرت في اليونانية ومنها في اللاتينية، من اللاتينية في الأوروبية. إذا من علم أوروبا الهجائية هي شبه جزيرة سيناء، والدليل في الكتابات السينائية المبكرة. بالمناسبة ذاكرها ودرسها الإنجليز قبل أي حد تاني، فبالتالي ما حدش يستطيع أن هو يقول أن هناك شؤون حضارية أو في هناك عملية تفضيل حضاري من أمة على أمة في التاريخ. والدليل التماثيل والنصوص للكتابات السينائية المبكرة تم الكشف عنها في سيناء. وبالمناسبة عندي مفاجأة بأن أيضا علمائنا الأجلاء اكتشفوا الكتابات السينائية المبكرة في منطقة اسمها وادي هول، وادي الهول، وادي هول زي أبو الهول كده، وادي هول، وده موجود في الجنوب مش بعيد قوي عن قنا. فبالتالي لو أنا عندي كتابات سينائية في محيط قنا جنوب العظيم، يبقى دي كانت كتابة تستخدم أيضا خارج سيناء. وهنا بقى نتكلم على كل حاجة مهمة جدا جدا جدا، على أساس إن إحنا ونتكلم اليوم عن كثير من الأشياء عن هذا الموضوع. تكلمنا أيضا عن التجارة، وتكلمنا عن شبه جزيرة سيناء، وتكلمنا عن ان هي قلعة الدفاع الاولى وليست بوابة مصر الشرقية كما يطلق عليها، لان كلمة بوابة هنا من باب، والباب هو يفتح ويغلق. وحتى الضربة الاستباقية الاولى في التاريخ، نعيد الجملة دي تاني عشان ممكن تبقى جديدة على الاسماع، الضربة الاستباقية الاولى في التاريخ الموثق، في التاريخ العسكري الموثق، قام بها الجيش المصري ضد كونفدرالية من الأعداء في شمال كنعان. خرج الجيش المصري بقوامه 20,000 من الجنود، وده كان عدد كبير جدا في وقتها، نتكلم في 1400 قبل الميلاد، يعني من 3400 سنة تقريبا. وخرج الجيش يعني المشاة والخيول والفرسان ورماة السهام، وتم توثيق هذه المعركة خطوة بخطوة ويوم بيوم عن طريق مراسل حربي. هذا المراسل الحربي هو الأول من نوعه الموثق في التاريخ أيضا. يعني شوفي سيناء عصرت كام حاجة أول، يعني لما أجي أقول لك أول كذا كذا، أول كذا كذا، أقدم كذا كذا، هتلاقي سيناء داخلة في الموضوع. الحقيقة أنا سيناء يعني في جزء كبير جدا من حياتي العملية هناك. يعني من بدايات عملي في سنة 85 كنت أذهب إلى سيناء لأشرح جبالها وأشرح المسيحية وتاريخ المسيحية وتاريخ الرهبنة في سيناء ودير كاترين والجبال، جبل الوروار وجبل كاترين وجبل الذي يطلق عليه جبل موسى وكل هذه الأشياء. جبل الوروار ده له علاقة بطير الوروار الخاص بفيروز ولا إيه؟ هو انا مسميه كده علشان في مكان في سيناء عندما نجلس فيه كنا لا نستمع الى الحاجه واحده بس، من كتر الهدوء ومن كتر عظمه المنظر وعظمه الجبال والسماء.
فوق رؤوسنا كنت استمع فقط الى طائر يغني. دي الحاجه الوحيده اللي انا سامعها. فانا اطلقت على المنطقه ديت منطقه طائر على فكره التسميات في التاريخ بتيجي كده في بعض الاحيان. يعني مش لازم التسميه يبقى ليها علاقه بتسميه تاريخيه عميقه معقده، بالعكس في تسميات من تسميات طريفه، يعني دي الطرفه في التسميات دي موجوده. كنا نتكلم اخيرا قبل الاذان وقبل ان نذهب لنصلي صلاه المغرب، فليتقبل الله ان شاء المولى عز وجل بكرمه يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا ان شاء الله، وقراءتنا للقران الكريم وفجرنا وكل صلواتنا. كنا نتكلم عن مقبره ريخ ميراع، والاخوه السوريين جايبين الضرايب بتاعتهم وجايبين الهبات بتاعتهم وجايبين الجزيه بتاعتهم على اشكال كتيره، منها عاجل فيل ومنها حيوانين الحقيقه جذبوا انتباهي، وهو حيوان الدب وهو حيوان الفيل. طيب احنا اتفقنا قبل ما نطلع الاذان ان حضرتك اتفاجئتي والساده المستمعين اتفاجئوا، وانا شخصيا بقالي اكتر من 30 سنه بتفاجئ كل ما اجيب الجمله دي واحطها كده: دب وفيل في سوريا. غريبه على اسمعنا، صح؟ ايوه. شعور حضرتك ايه لما اقول لك جمله زي دي؟ يعني في اندهاش يعني. هي فيها استغراب، صح؟ يا انت مش متخيل سوريا بلد دببه. ايوه. يعني لو انا جيت قلت لك مصر بلد اسود، دي انا اجيبها منطقيه، صح ولا مش صح؟ لان انا عندي تمثال ابو الهول ده جسد اسد، عندي تماثيل الاسود حتى قبل الاسره الرابعه، يعني قبل الاسره الرابعه وقبل خاع افراع كان هناك تماثيل صغيره للاسود، بل ان هناك احتماليه كبيره جدا ان ملوك زي جدف رع او رع جدف اللي هو ابن خوفو له تمثال محطم لابو الهول، وبالتالي يصبح اول تمثال يعني هيبقى اقدم من ابو الهول الحالي، لو انت مؤمن بان ابو الهول الحالي صاحبه خفرع، صح؟ لان جدف رع حكم قبل خفرع، هما كانوا كده، كان سنفرو ابنه كان خوفو، ابنه الثاني انت عندك ايه بقى؟ عندك بقى جدف رع، وعندك او رع جدف، وبعد كده خاعف رع، وبعد كده منكورع، صح؟ صح. لكن احنا نقول ايه؟ احنا نقول خوفو خفرع منكورع علشان الثلاث اهرامات جنب بعض يعني. لكن هو جدف رع راح بنى الهرم بتاعه في ابو رواش كام كيلو بعيد عن هرم باباه. وبالمناسبه الشيء بالشيء يذكر، وبما ان النهارده حلقه المفاجآت يعني المكتظه بالمفاجآت، فاكرين المركب الخشبي ذو القطع المنفصله اللي جمعها المرمم العبقري الحاج يوسف رحمه الله عليه شيخ المرممين، واللي تم تكريمه في وزاره الاثار منذ اسابيع، وعمل متحف ومعرض له في المتحف المصري تحرير، وانه مكث 10 سنوات يضع كل هذه الاخشاب بجانب بعضها البعض عشان في الاخر خالص تخرج هذه السفينه، هذا القارب الضخم الذي يصل طوله الى حوالي 43 متر، اللي احنا اطلقنا عليها مركب الشمس. فاكرينها؟ اللي هي تم نقلها للمتحف الكبير الان بجانب ميدان الرمايه، كانت محطوطه كده في متحف جنب هرم خوفو، فاكرينها؟ سموها مركب الشمس. في بعض الاحجار لهم كتابات العمال، والكتابات العمال دي بتبقى مهمه قوي يا جماعه، بتبقى على هيئه جرافيتي كده، كتابات كده سريعه كده، مش بقى هيروغليفي بقى مدقق قوي، لكن دي بتبقى مهمه للتوثيق. لقينا ايه بقى جنب بقى الاخشاب بتاعه المركب ديت؟ لقينا اسم جدف رع، لكن المركب مدفونه فين؟ خطوات من جنوب هرم خوفو،
فده اللي خلى العلماء يقولوا ان هذه السفينه هي سفينه خوفو، ان هي جنب ايه؟ ان هي جنب الهرم بتاعه، فبالتالي كل ملك هيحط جنبيه السفن والقوارب بتاعته. لكن وجود خرطوش جدفرع قلب الدنيا، لان ده معناه يا فندم، ده معناه ان ممكن جدفرع يكون صاحب هذه السفينه وحطها جنب هرم باباه. ممكن جدا، ممكن جدا يكون الاب والابن اشتركوا في هذه السفينه. هتقول لي يا بسامس كان اصلا الكلام على ان جدفرع كان متخانق مع العيله، عشان كده اخذ الهرم بتاعه ابو رواش. اما هو شرح العلماء ايه؟ ان جدفرع ما بناش الهرم بتاعه بعد خوفو، صح؟ مش انت بتستغربي؟ يعني لو احنا عندنا خوفو خاعفرع منكورع، طيب ليه مش خوفو جدفرع خاعفرع منكورع؟ يعني ليه جدفرع ساب هضبة الاهرامات وراح ابو رواش عمل الهرم بتاعه هناك؟ ليه ما بناش هرمه جنب باباه زي ما خاعفرع عمل وزي ما منكورع عمل؟ ومنكورع ده يبقى ابن خفرع، فهي زي الاب وابنه والاب وابنه، دول الثلاث اهرامات. فالكلام كان على ان كان في قلاقل، كان في مشاكل ما بين جدفرع وما بين العيله، فبالتالي اخذ هرمه بعيد عن هرم العيله. فالقصه بتاعت، شوفي بقى كلمه هيروغليفيه صغنونه مكتوبه على حجر بايد عامل تجلب لك كتابه فصل مهم من فصول تاريخنا. فلو رجعنا تاني لرخ مراع في البر الغربي من الاقصر، انا بصيت شويه على الدب والفيل. الدب دب خلاص مفهوم، طيب والفيل؟ الفيل ده بقى اللي انا وقفت عنه وعملت كده بحث علمي عليه. بقالي حوالي اسبوع او قولي تقريبا اسبوع بشتغل على موضوع الفيل ده، وهذا ما وصلت اليه. المفروض ان الكلام اللي انا بقوله لكم دلوقتي ده سوف يعني يفجر مفاجاه تاريخيه يوم الجمعه القادم في مكتبه مصر، حيث القي محاضره عن الحيوانات في مصر القديمه، بالصور هعمل النظريه بتاعتي لاول مره ان بابليك او في العام يعني. طيب معلش مبدئيا كده ممكن يعني نعرف عنوان النظريه، يعني نعرف بس، ولا حصري هنا في جنوب الصعيد ولا حضرتك لازم تنتظر ليوم الجمعه؟ يعني ممكن اقول لكم يعني بعض الافكار الحلوه عن النظريه اللي هي يعني ممكن تبقى، يعني مش هنحرق النظريه ولا حاجه او تحرقها مش مشكله. هي هذا الفيل صغير الحجم لو قارناه بالسوريين اللي واقفين جنبي. فانت تقولي لي طيب ايه رايك؟ هقول لك المصري القديم لما كان بيرسم كان بيستخدم طريقه الريشيو اند بروبورشن، او طريقه نسبه التناسب، يعني شيء من هذا القبيل. وكان يضع الشيء المهم حجمه كبير. يعني مثلا لو رحت مقبره ميريلوكا مثلا، مصطبه ميريلوكا في سقارة، لو رحنا ميريلوكا هتلاقي مراته صغنونه قوي قوي جنب رجله. يعني مراته صغنونه قوي كده، بس بالمنظر ده الفنان عايز يبقى البطل بتاع المنظر ده هو ميريلوكا. عشان كده لو دخلت جوه شويه في المقبره هتلاقي مراته بقت تقريبا واصله قريبه من طوله. يعني بتقول ايه، مراته طولت مره واحده ولا ايه اللي حصل لها؟ لا، هي ما طولتش مره واحده. هي الفنان في اللقطه دي في المنظر ده مطلوب منه انه يضع هذه السيده الفاضله بشكل مهم اهم من اللقطات اللي فاتت، فتلعب دورا اهم في المنظر. فكلما لعبت الدور الاهم حجمك بيكبر او بيصغر. عشان كده رمسيس الثاني في ابو سمبل في الاربع تماثيل اللي منهم 3 بينوروا في اختراق ونفاذ اشعه الشمس مرتين في السنه، ده احنا بنسميها تعامد الشمس. لاحظتم ان ال3 معبودات الاسطوريات دول اللي هو حورختي وايمن رع وتتح، ال3 دول رمسيس الثاني قاعد وسطيهم كتفه بكتفهم. فانت تستغربي تقولي ازاي المعبودات انت كتفك بكتف المعبودات انت يا بشر؟ لا، رمسيس الثاني هنا بيحاول يوصل رساله بانه هو اصبح معبود، هو ذات نفسه اصبح معبود، عشان كده كتفه بكتف المعبودات الثانيه.
فهنا فكره الريشيو اند بروبورشن، يعني فكره النسبه والتناسب، وفكره انت نسبتك عامله ازاي بالنسبه للايه؟ هل انت اهم واحد في المنظر؟ انت صاحب المقبره، يبقى انت لازم تبقى اكبر ايه؟ اكبر شخصيه. طيب الفيل صغنن قوي قارناه بالبني ادمين. ليه الفنان ما رسمش الفيل اللي بالتفاصيل قوي ده، بالودن بتاعته، بالعاج بتاعه، بالزلومه بتاعته؟ ليه ما عملهاش كبيره؟ ليه ما عملش الفيل كبير؟ ليه ما عملش الفيل اطول من البني ادم؟ ده الجنوبيين جايبين زرافه، يعني هم جايبين زرافه صغيره السن، فطولها واضح انها صغيره لو قارناها بالبني ادمين الجنوبيين اللي جايبينها رخم راع. فلما تقارني ده بده تقولي لا، في حاجه ثانيه هنا الفنان عاملها، في حاجه ثانيه هنا الفنان عاملها.